السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي مرحبا بكم. كنتواجدوا بمدينة القنيطرة تجزئة الوفاء 4. عندنا بروميير اللي فيه 120 متر، وعندنا غارسونير اللي هي في السطح فيها 40 متر زائد 20 متر اللي غتبقى ديال النشير. يعني السطح راه مبني فيه 40 متر مبنية و20 متر يعني كتبقى مطلوقة ديال النشير في السطح والصابون. بقاو معنا. راه كيف ما كتشوفوا معايا هاد البروميير راه عندها النص ديال الفينيسيون، دايز الانستالاسيون ديال الماء ودايز الانستالاسيون ديال الضوء، ويعني البلافو مضروب بالقبس، كيبقى لك الجليج ديال الارض يعني والصباغه والفينيسيون يعني ديال الكوزينه، الزليج ديال الكوزينه. الوثائق راه مضبوطه عدليه. خليكم معنا حتى لاخر الفيديو. عندنا كيف ما قلت لكم شقه راه ما شاء الله راها قصر كيف ما كتشوفوا معايا. السيجور صالون اللي هو صغير، عندنا صالون اللي هو كبير فيه 3 ديال الشراجم. راه جوج واجهات، واجهه قبله يعني راه مضويه النهار كامل، يعني الدار راه مضويه النهار كامل. كيف ما كتشوفوا معايا الصالون 3 ديال الشراجم زائد صالون اللي فيه شرجم، صالون صغير. السيجور اللي هو كبير. عندنا الحمام اللي هو كبير، كوزينه ما شاء الله كبيره. الثمن راه مناسب. خليكم معنا حتى لاخر الفيديو باش غادي نطلعوا للسطح. راه الشقق كاملين مبيوعين، باقي عندنا هاد البروميير. يعني الوثائق مضبوطه، تدخل الماء والضو ديالك، اي حاجه كتدوز على يد ولد الشعب، والا هي مضبوطه في الوثائق في اي حاجه. بالنسبه للتواصل رقم الهاتف 06 82 36 20 90. مرحبا بكم بمدينه القنيطره تجزئة الوفاء 4 خوتي، قرب قشلة المخازنيه، مدرسه ابن رشد. كتبقى اخر تجزئه هي تجزئه عين السبع المخالف. تجزئة الوفاء 4 وفي احسن موقع قرب ستالاسيون، يعني الشارع يعني الموقع راه زوين وعنده مستقبل اللي هو زوين، والاثمنه راه باقا منخفضه كيف ما كتعرفوا. عندنا بيت اللي الواجهه ديالو قبله، وعندنا بيت اللي عندنا بيت اللي فيه 3 على 3، وعندنا بيت اللي فيه تقريبا 4 على 4. عنده الباركو يعني على برا، يعني جا في الواجهه اللي هي مشمشه. كيف ما قلت لكم الانستالاسيون ديال الماء ديال الضوء كلشي راه دايز. البنيه التحتيه دايزه ولكن وصلت حتى لهنايا، وحبسات الشركه باقا ما كملاتش. الزنقه اللي قدام هاد الباركو راه فيها 18 متر. قريبا المارشي ديال حي الوفاء، جامع المرافق، مسجد المعروف، المارشي حي الوفاء، المارشي ديال الرومبا ديال عين السبع، يعني جميع اتجاهات قريبه. طريق السيار اللي في الطريق ديال عين السبع، بغيتي يعني قريبه للطيهرون، الشارع اللي قريب للسطالاسيون يعني كيديك للطيهرون. حي الوفاء راه موقع اللي هو زوين وعنده مستقبل. يعني هاد البقع ديال 100 متر راهم قلال بالنسبه للباركو. من جوج واجهات البروميير راه فيه 120 متر. عندي ديال الواجهه وحده بدون فينيسيو 24 مليون ونصف السطح ما مبنيش. كيف ما كتشوفوا معايا 40 متر اللي مبنيه ديال البروميان، هي هذه هي الباب الاول كطلع مع الدروج، وال40 متر ديال مول الدوزيام. وهاد المساحه اللي كتبقى القدام ديال كتبقى ديالكم بجوج بالنسبه للنشير، بالنسبه لكل شيء يعني كتبقى
وعاد هاد لي غارسونير اللي فيهم بيت، يعني دير حمام وبيت ومراح اللي هو كبير وكوزينه 40 متر مبنيه، وكتبقى 40 متر للجار، يعني مول دوزيام هو اللي الباب ديالو ملهيه، وكتبقى 40 متر في السطح اللي هي مطلوقه بيناتكم، يعني ديال النشير كله كيدير النشار ديالو. يعني راه شقه بارطمان اللي فيها 120 متر في البروميان، زائد بارطمان اللي فيها 40 متر في السطح، وعاد السطح فين كتنشر الثمن راه 37 مليون. يعني راه ولد الشعب يوقف معاك يجيب بيرمي دابيتي تدخل المكانه ديالك، كلشي راه الوثائق مضبوطه وكلشي راه موجود، تدخل الماء والضو ديالك، تدخل التفيني، تدخل تسكن، ولله الحمد. كيف ما كيعرفوا الناس راه كاين اللي كيشري على يد مصطفى ولد الشعب، وكنوقف معاه حتى لاخر نقطه. يعني حتى بالنسبه للبني، الا ما عندكش المعلم اللي يخدم ليك، مرحبا بك عند مصطفى ولد الشعب. بامكاني نساعدك في الاثمنه، يعني نساعدك في الاثمنه، نحسب معاك الاثمنه، نعطيك المعلومات بالنسبه للبناء كامله، وبالنسبه للعقار كنحط لكم اثمنه خوتي اللي هي مناسبه،